أسماء كانت ست متجوزة وعندها ولدين، واحد عنده 12 سنة وواحد عنده 9 سنين. جه في يوم أختها تعبت فجأة وكان لازم تروح معاها المستشفى. راحت معاها في المستشفى أول يوم، حضرت معاها الكشوفات والفحوصات وتروح عند الأشعاعات وتروح عند التحاليل، ولفت معاها لفة كده ودخلت معاها شوية لحد ما اتحجزوا هيباتوا الليلة دي وعاوزين مرافق مع الحالة. يا ترى مين اللي هيقعد مرافق مع الحالة؟ أكيد أختها. بس عايز أقول لكم إنها سابت الولدين الاتنين لوحدهم في البيت، وأبوهم كان في الشغل ومش هيرجع إلا الساعة 10 بالليل. أسماء مسندة أختها وماشية بيها في المستشفى ودماغها في العيلين اللي سايباهم لوحدها في الشقة. هي عملت لهم أكلهم وجهزت لهم كل حاجة، بس هم أطفال برضه مش هيعرفوا يأكلوا نفسهم وممكن يعملوا مصيبة في قلب البيت. اتصلت على جوزها وقالت له حاول تيجي من الشغل النهاردة بدري شوية عشان خاطر أنا سايبة العيال لوحدهم هناك، وأنا رحت مع أختي المستشفى. وفعلا راح كلم المدير بتاعه عشان خاطر يعمل أجازة نص يوم. قال له ما ينفعش النهاردة العمل فيه مشاكل وفيه كذا وفيه كذا، ومرضيش ان هو يمضيله على نص يوم اجازة، واضطر يقعد لحد الساعة 10 بالليل. الولدين قاعدين من الساعة 2 الظهر ويتنهم قاعدين لحد الساعة 10 بالليل لوحدهم. كان فيهم عيل دماغه شغالة شوية، قال له ما تيجي اما نعمل اندومي، تعال نروح نشتري اندومي ونعمل اندومي. قال له مش هعرف اعمله. قال له طب يلا نجرب. واحد راح اشترى الاندومي وجه، واحد راح جاب الحلة وحطها على النار وحط فيها مية ورمى فيها الاندومي وحطوها على النار ونسيوها وطلعوا قعدوا يتفرجوا على التلفزيون. عايز اقول لكم ان في قصتين في قلب الموضوع ده. القصة الاولانية في المستشفى ودي كارثة كبيرة، والقصة التانية في البيت وكارثة اكبر. غير ابوهم اللي اتوبيس شغل العجلة بتاعته هتفرقع وهم ماشيين وهيتأخر ساعتين اتنين على ما يروح. كده الساعة دخلت في 12 بالليل مش 10. وأول قصة هتبتدي معانا وهي اللي في البدر شوية من حيث الوقت. العيلين الصغيرين ايه اللي هيحصل معاهم بالظبط؟ ان هما نسيوا الاندومي على النار وطلعوا قعدوا يتفرجوا على التلفزيون وهيقعدوا يلعبوا وهيتلهوا، وهيعدي بيهم ساعة في التانية في التالتة لحد ما الساعة تيجي 7 وهم قاعدين بيلعبوا. سابوا الحلة على النار ساعة كاملة لحد ما النار انطفت والغاز غرق المكان كله، وهم ناموا نسيوا حتى ان في اندومي على النار وعايزين ياكلوه. طبعا ده حصل وابوهم ما يعرفش اللي حصل ده، وامهم في المستشفى ما تعرفش اللي حصل ده. اخر مكالمة كانت ما بين الراجل ومراته كانت الساعة 10 الا ربع، لما الله خلاص انا قربت اوصل. وبعدها العجلة تفرقع ويقعدوا ساعتين اتنين في الطريق زيادة على بال ما يغيروا العجلة ويشوفوا كاوتش ويشوفوا بتاع. كان عدى من الوقت ساعتين والعيال لسه زي ما هما نايمين والغاز في قلب الشقة. وامهم دخلت في مواويل تانية. أول ما الساعة جت 10 بالظبط كانت أول مرة تبات في مستشفى، وأول مرة تشوف ضلمة بالطريقة دي، وطرق طويلة ضلمة وعنابر كتيرة وغرف كتيرة وتايهة. حتى لما كانت بتخرج تشتري حاجة عشان ترجع لأختها تاني كانت بتتوه في الغرف ودخلت غرف غلط أكتر من مرة. غير المناظر اللي كانت بتزعجها من شكل الناس اللي كانوا نايمين في قلب الطرق بره، المرافقين اللي مع الحالات اللي جوه. المستشفى كانت كبيرة جدا، كانت تعتبر جامعة أو حاجة زيها، وكذا دور، يعني كانت بتطلع 5 أدوار وتفضل تلف في قلب الطرق لحد ما جت ممرضة وقالت لها انزلي الصيدلية تحت هاتلنا أنبول الحقنة ده عشان نحطهولها في المحلول. واللي حصل بالفعل معاها إنها نزلت للدور الأرضي، وبدل ما تروح على الصيدلية تاهت وراحت على المشرحة والتلاجة. كان مبنى في منطقة بعيد لوحده كده، أصلا المكان تحت كان ضلمة وماشية في قلب رمل، مش طريق متسفل وفيه عواميد نور وبتاع. يعني ايه اللي وداني المكان ده؟ واتفاجئت انها لقيت يافطة وعليها نور ومكتوب عليها التلاجة. جسمها اشعر والرعب بدأ يمسك كل حتة في عقلها، وجالها هوس طلعت تجري. لقت الممرضة اللي كانت بعتها تجيب الحقنة واقفة تحت. قالت لها انا تهت ورحت للمكان ده. قال لها انت إيه اللي جايبك هنا؟ ده دي التلاجة والتانية المشرحة. قالت لها امشي من الطريق ده هتطلعي فوق على طول. فعلا سمعت كلامها لان هي دي الوحيدة اللي كانت تعرفها في قلب المكان. مشيت مسافة والطريق ما بيخلص وهي ما بتوصل.
الغريب انها بعد المشي ده كله لقيت نفسها راجعة نفس المكان تاني من غير ما توصل للمستشفى ولا الباب اللي دخلت منه. واللي اكتشفته انها دخلت جوه دايرة مغلقة عمالة تلف فيها اكتر من 4 ساعات ومش عارفة تطلع من الباب ده. لفت 3 مرات وترجع في نفس المكان ونفس النقطة. كان في باب بتشوفه وكان جواه نور، كل ما توصل للباب ده تلاقي الباب ده عمال يبعد اكتر، كل ما تحاول توصله الباب بيبعد اكتر واكتر لحد ما رجعها لنفس المكان. 3 كوارث حلوا على العيلة في ليلة واحدة، والسبب واحد. والسبب كان ان معمول لها عمل انها تتأذي هي واللي من دمها، فطبعا اختها من دمها وتعبت في نفس اليوم، واولادها الاتنين في قلب الشقة والغاز مفتوح، وهي دخلت متاهة يعلم ما تخرج منها ازاي. ومع وصول الراجل لبيته وشم ريحة الغاز ودخل عمال بيصحي ولاده، والعيال الحمد لله فاقوا، لان كان في شباك مفتوح كان بيخرج الغاز كله من قلب المكان. فربنا كرمهم ان المكان ما كانش مقفول، وكان زمانهم جالهم اختناق وماتوا، مجرد اللي جالهم تسريب بسيط بس مش اكتر. ويجي على الفتحة الصغيرة الشباك اللي موجود في قلب المطبخ نجاة العيلين الصغيرين دول، والغاز كله يطلع من قلب الشباك ده. اما طلع تليفونه ومتصل على مراته، ردت عليه وقالت له الحقني، وحكت له كل اللي حصل معاه، وهو حكالها على اللي حصل. وربنا يجعل نجاتهم في نفس اليوم اللي اتأذوا فيه، ففرج ربنا أقرب كتير مما تتخيل. ومنساش تعمل لي اشتراك.